ده بوق الملك توت عنخ آمون اللي كل ما ننفخ فيه تحصل حرب. البوق دون بيظهر فيه الملك توت عنخ آمون بالتاج الأزرق، تاج الحرب، وقدام المعبود بتاعه على اليمين وآمون راع في الوسط. طب ايه المصادفات اللي حصلت اللي خلينا نقول ان البوق ده وراه لعنه او وراه حكايه؟ المصادفه الاولى حصلت سنه 1939 لما المتحف المصري سمح للموسيقار العالمي جيمس دابرين للعزف لمده 5 دقائق على البوق. بعديها في نفس اليوم الحرب العالميه الثانيه اندلعت. المصادفه الثانيه حد من العاملين كان بينظف البوق وبينفخ فيه سنة 67، يونيو سنة 67. بعدها اندلعت النكسة، نكسة 67. المصادفة الثالثة كان في أحد الطلبة بيحضر دكتوراه في مجموعة توت عنخ آمون وقام بالنفخ في البوق، اندلعت حرب العراق. طب المصادفة الأخيرة سنة 2011 زار المتحف وفد من علماء اليابان بيدرسوا مشروع عمل المتحف المصري الكبير، وواحد طلب ان هو ينفخ في البوق، نفخ في البوق اندلعت ثورة 25 يناير. انا مش مؤمن بوجود الخرافات دي، بس تفتكر ممكن نجرب البوق ده تاني عشان نثبت صحة الموضوع ده؟